ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ الفيديو النهارده ده معمول مخصوص علشانكم. الفكره اللي احنا هنعملها دي عباره عن ان احنا لو عندنا بوكيه قرايه فاتحه او بوكيه خطوبه او بوكيه كاتب كتاب، البوكيه ده يكون عباره عن ورد طبيعي. كل واحده مننا بتبقى عايزه تحتفظ بالبوكيه ده وما يحصلوش اي حاجه. النهارده احنا هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نحتفظ بيه وبطريقه شيك جدا وحاجه مش مكلفه خالص. خليكم بس انتوا معايا للاخر ومش هتندموا. الحاجات اللي انا هفرجكم عليها دي انا عاملاها عند حد، يعني اي حد يكون عنده مكنه حفر ليزر انتوا بتروحوا عنده وبتعملوا الكلام ده. الصوره اللي انا وريتها لكم دي صوره انا طبعاها كارت، هنطبعه من اي استوديو عادي. الصوره بقى اللي انتوا تحبوها على حسب الورد اللي انتوا بتعملوه ده، ورد قرايه فاتحه ولا ورد كاتب كتاب ولا ورد ايه. ودي خشبه كده اللي احنا هنطبع عليها الصوره، وبرواز كده يكون عشان بس يدي شكل للصوره، وجمله برضو انتوا بتعملوا الجمله اللي انتوا عايزينها. دي طبعا الاسماء بتاعه الاشخاص اللي هم طالبين مني البرواز ده، وبرضو عملت التاريخ بتاع الذكرى اللي بينهم عشان احنا نلزقه في البرواز. بعد كده انا جايبه الامير ده كويس جدا على فكره، وبيلزق اي حاجه جامد جدا. لو انا لازقه الخشب بشمع مش هيمسك كويس زي الامير. البرواز ده الوش بس بتاعه اللي ازاز، وعامله له فتحه كده من فوق ان احنا نطلع منها الازاز، لكن هو كله خشب. الورد اللي انا عاملاه ده ورد انا كنت مجففاه، هبقى انزل لكم فيديو اعلمكم ازاي ان احنا بنجفف الورد ده. انا جففته كده ونشف خالص، هفرده بس بايدي كده لما اجي احطه في البرواز، لان انا عايزاه يكون مفرود، مش عايزاه اقفل على بعضه، لان هو لما تجفف حجمه صغر. ان انا اشيل الازاز من البرواز تمام عشان احنا نبدا نشتغل عليه. اول حاجه دي ورقه عاديه خالص، اي ورقه عندكم في البيت هتحاولوا ان انتوا تتنوها كده، وهتبداوا ان انتوا تمسكوا المقص وتعملوا قلب. لو انتوا مش عارفين تعملوه زي ما انا عملته كده، حددوا انتوا قلب بالقلم الرصاص وقصوه، يعني زي ما تحبوا، الاسهل بالنسبه لكم اعملوه. انا بدات كده ان انا قصت قلب. القلب ده ان انا بحس ان انا هرص عليه الورد، يعني لا يبقى كبير ولا يبقى صغير. احنا هنحطه في نص البرواز، قسوه، ولو لقيتوه ان هو كبير صغروه شويه، ولو صغير اعملوا واحد تاني. حطيت كده القلب في البرواز، لقيته ان هو كويس جدا، وحطيت الخشبة لقيتها ان هي كويسة برضك عليه، يعني الشكل هيكون حلو. بدأت ان انا اجيب قلم رصاص واحدد القلب كده عشان لما اجي الزق الورد مكان القلب يبقى مظبوط. لو انا عملته عشوائي عمره ما هيطلع مظبوط زي ما انا حدده كده بالقلم. تمام. البرواز ده لو حد عايز يعرف مقاسه، انا عاملاه 30 سم في 30 سم، بس لو الورد اكتر او الحاجات اللي انا احطها اكتر اكيد بكبر حجمه. هبدأ بقى ان انا الزق الصورة اللي انا عاملاها دي الكارت على البرواز اللي انا عاملاه ده بالشمع. الخشبة دي انا عاملاها برضو مربعة كده، هيكون في زوايا من الصورة. طبعا هبدأ ان انا اقصها واحط البرواز على الصورة من بره، بس البرواز ده انا عاملاه بس ان هو يديها شكل مش اكتر. وهبدأ برضو هلزق الكلمة اللي انا قلت لكم عليها، الجملة اللي انا عاملاها دي. طبعا انتوا حابين بقى ان انتوا تكتبوا جملة تانية، الجملة اللي انتوا تحبوها انتوا بس هتقولوا للراجل اللي انتوا هتعملوا عنده الكلام ده، وهو هيعمل لكم كل حاجة زي ما انتوا عايزين. او خدوا سكرين من الحاجة ووريها له وهو هيعملها، يعني ما تقلقوش. بعد بقى ما لزقت الصورة في البرواز، هبدأ بقى، انا طبعا حطيت الصورة دي في نص القلب بالظبط تمام. هبدأ بقى ان انا افرد الورد كده بايدي. لو ورد تاني هيكون كبير شوية عن ده، لكن ده كان ورد ابيض وصغير فهو كاشش شوية. بدأت بقى ان انا احط الورد ده حوالين القلب بالظبط كده، هيطلع القلب مظبوط بالظبط. لما اخلصها هتشوفوها في الاخر. انا صورت لكم بس كام واحده كده اوريكم انا بعملها ازاي، بس طبعا ما قدرتش ان انا اصور كل ده، وكمان ما كنتش حابه ان انا اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. في ناس كتير بتبعت لي ان هي عايزه تتواصل معايا عشان تطلب مني اي هديه وما بتكونش عارفه تكلمني ازاي. انا هحط لكم الرقم بتاع الموبايل بتاعي في الوصف تحت الفيديو، وهحط لكم كمان لينكات البيدجات بتاعتي كلها عشان لو حابين تكلموني في اي حاجه.
ده كده بقى شكل القلب بعد ما قربت اخلصه. على فكرة ما بياخدش وقت خالص والله، وبيكون شكله جميل جدا اوي في الاخر. ده كده شكله. طبعا شفتوا القلب مظبوط جدا. لو انتوا عندكم ورد اي لون تاني هيكون شكل حلو شوية، لكن ده عشان كان الورد لونه ابيض فبقى لونه بيج شوية لما جففته يعني. بدأت بقى ان انا اجيب الكلام اللي انا عاملاه ده وهلزقه بأمير برضو. خليكم عارفين ان الأمير بيلزق الكلام الخشب كويس، لكن لو احنا لزقناه بشمع بعد فترة بسيطة جدا هتلاقيه بيفك. بدأت بقى ان انا احط الاسم ده، وهجيب برضو اسم ندى التاني هحط قدامه. طبعا الكلام بقى ترصوه زي ما انتوا عايزين، انا حبيت ان هو يكون كده. لو انتوا مش حابين الشكل ده ممكن تعملوا اي شكل براحتكم، في اشكال كتير جدا عن شكل القلب يعني. والتاريخ ده انا حابه ان هو يكون بره يعني، ما حبيتش ان هو يكون جوه. قلت بدل ما اسيب البرواز من بره فاضي كده. وكان عندي قلوب برضو كده كنت عاملاها، لزقت واحد جنب التاريخ وعملت قلبين جوه كده. وكان عندي برضو لولي كده صغير نص، حاولت ان انا ادي للبرواز شكل كده، فبس انا بصراحة ما كنت صورتهم يعني. معانا بقى اللي انا هجيبه ده عقد نور. العقد نور ده عقد نور حجارة، اغلبيتكم اكيد عارفينه، مش اللي هو السلك ده. جميل يعني، ده له زرار بس كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنضغط عليه البرواز بينور، لكن السلك ده بيبقى اوفر شوية مش بيكون حلو. ده شكله. بدأت ان انا انوره عشان ان انتوا تشوفوه. في منه الوان زي كده وفي منه لون ابيض واحد يعني. هو مش غالي، لو مش متوفر عندكم عادي برضو ممكن نعمله من غير نور، بس هو بيدي للبرواز شكل حلو قوي. انا ثبت الحته اللي هي بتاعه الزرار الاول تحت كده عشان ما تكونش باينه قوي، وبدات ان انا احط شمع في الجوانب على طرف البرواز خالص من جوه، وابدا ان انا بايدي كده اثبت العقد النور السلك بتاعه ولافف كده زي ما انتوا شايفين. ده كده بقى شكل البرواز في الاخر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا رب يكون البرواز عجبكم. ولو في اي حاجه انتوا حابين ان انتوا تسالونا عليها اكتبولي بس تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير.